السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناه فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير. جاتكم اليوم كيفيه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم، وهي مرقه الخضر بالفول، لان رانا في وقت الفول. حبيت اني ندير لكم كيفيه ان شاء الله راح ندير لكم كيفيه اخرى. نبداو بالمكونات. عندي حبه بطاطا كبيره قطعتها بهذا الشكل، وزوج حبات زروديه ايضا قطعتهم بهذا الشكل، نص حبه تاع بصل راح نفرمها، وحبه طماطم مصبره، زوج ورق رند، ورق الغار، وفول. راني كميه من الفول راني قطعتها وغسلتهم وفورتهم كما تشوفوا، فورتهم نص طياب خليهمش حتى يطيبوا. بالنسبه لي زيبيس حطيت نص ملعقه كبيره فلفل احمر، ونص ملعقه كبيره طماطم مصبره، وشويه تاع راس الملعقه زنجبيل سكنجبير، وراس ملعقه كمون، وشويه تاع كزبره غبره اذا حوالي ربع ملعقه كبيره. وايضا ضفت القليل من الثوم مجفف، تقدروا تستبدلوه في الثوم، تضاعفوا على حساب الكميه اللي درتي. انا درت كميه قليله، ودرت ملعقتين زيت. راح نحمص هذه المكونات قليلا. كما تشوفوا البصل حكمت ربيته، واضفت هذاك الرند، واضفت القليل من عيدان الدبشه اللي كنت وجدته معكم من قبل. نحط لكم رابطها اسفل الفيديو. نضيف البطاطا والزروديه، راح نضيف الماء سخون. انا نضفت الماء، دوك نغطيها ونخليها حتى تغلي مليح حوالي 5 دقائق ولا 6. وباش نضيف الفول تاعي، لان الفول تاعي راه سخون، كما نضيفوش على ما بارد راح يبس. نخلي حتى المرق تاعي يغلي لمده 5 دقائق او 6 دقائق، ونضيف الفول. بعد اللي غلات لي المرق تاعي مده 5 دقائق نضيف الفول ونخليها حتى طيب. على المرق تاعنا بعد اللي طاب، شوفوا القوام تاعو. ريت الجواز تاعنا واجد. حنضيف له قليل من الدبشه اللي كنت وجدتها معكم في فيديو سابق. هلا هكذا الجواز تاعنا راه واجد. ان شاء الله تسيونا لاعجابكم ويجي رائع جدا، وراه وقت الفول. نتمنى تجربوه وتنجحوا فيه. في الاخر معنيه غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش الاشتراك في قناتي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.